يلا أنا رايحة، عندي موعد مع المعالج النفسي. وطي صوتك، شو عم تقولي؟ مع مين؟ شو ناقصك انتي؟ الحمد لله لا مجنونة ولا شي. ليش مين قال لازم تكون مجنونة لحتى أروح؟ أنا رايحة مشان نظم أفكاري وأهتم بصحتي النفسية. الله يهديكي، لك هالمواضيع يا عيني منستر عليها، شو بدك تفضحي حالك؟ نستر؟ ليش نستر؟ ايه لأنه عيب. طيب إذا وجعك شي ما بتروحي على دكتور؟ ليش وقت يكون التعب نفسي بنخجل؟ لأنه الناس بتحكي وبكرة بيقولوا البنت عليها مشاكل، وهيك بتعرفي نصيبك ممكن ينضر. إيه لا تطمني، بهالوقت صار كتير ناس متقبلة الموضوع. يعني هلأ صار الحكي مع الغريب أحسن من أهلك؟ تعالي احكي لنا وخلاص. لا مو أحسن منكم، بس المعالج شخص مختص، يعني بيعرف يقيم حالتي ويساعدني يصير أحسن عن جد. القصة علم ودراسة مو مواساة. يعني العلاج النفسي مو للمجانين؟ العلاج النفسي للناس اللي بدها تعيش وهي مرتاحة. يمكن. يا ريت كنا نعرف هالشي من زمان. جيل الألفينات ما عاد يخجل يطلب المساعدة، لأنه الصحة النفسية مو رفاهية، هي ضرورة إلنا كلياتنا.